السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى ناس واحلى متابعين في قناتي ان شاء الله، من رجال ومن سيدات ومن بنات ومن كل ومن كل اللي متابعين قناه كل يوم جديد مع سلا وام محمد. ايه لا ما تجريش عشان ما تقعش، استنى بس عشان نكلموا الناس بقى. طبعا يا جماعه اول يوم النهارده ان شاء الله باذن الله رايحين نبص على شويه بسله ان شاء الله، شبه ان شاء الله باذن الله رايحين نبص عليهم عشان خاطر لو لقيناهم جاهزين عشان لو لقيناهم جاهزين ان شاء الله باذن الله هنشتريهم ونجيب اللنفار ونجمع وافرجكم على البسله وهي مليانه كده، وان شاء الله باذن الله هنشوف هنعمل ايه. وتعالوا معايا نتوكل على بركه الله وقول لهم سلام عليكم بقى. السلام عليكم. قول لهم حطوا لايك. حطوا لايك. اشتركوا في القناه وحطوا لايك برضه. تعالوا بقى معانا ان شاء الله باذن الله عشان خاطر اوريكم البسله. يلا بينا. وخدوا في اللايكات. كده الارض شربه، ولو اللنفار نزلت في البسله دلوقتي هتهرس البسله ومش هتعرف تطلع انتاج من البسله على الوضع ده. طب وانا لو انت اشتريت البسله هتجمعها يا فاضي؟ لا مش هجمعها يا فاضي، انا هضرب لك تجمعها بكره ولا بعده. بس انا برضك مش هينفع، ما ينفعش فيها شراء دلوقتي برضه. لا اشتري. لا ما ينفعش، اضخم تخين ما يقدرش يشتري البسله على وضعها دلوقتي، ما ينفعش ان هو يشتري دلوقتي لسه. تعالى بص بقى حتت لسه عامله ازاي. لسه البسله قدامها 10 ايام على ما تجمع، ولا خليها اسبوع بس، بلاش 10 ايام، اسبوع على ما تجمع. يعني كل يوم السوق في سعر. النهارده البسله عامله كام يا جماعه؟ البسله النهارده عامله 15 جنيه، من اول 10 جنيه لحد 15 جنيه، من اول 10 جنيه لحد 15 جنيه في الاسواق، في سوق العبور وفي سوق الجمله. كل البسله اللي هي الشبح اللي انتوا شايفينها قدامكم دي عامله من اول 10 جنيه لحد 15 جنيه. يعني ايه؟ عشان انا اشتري البسله من قبلها باسبوع ولا ب10 ايام. وطبعا كل يوم والتاني البسله في سعر، لان البسله كل ما بتخش خلاص على الشتاء كل ما البسله بتكتر. دي لو صبر 10 ايام دي مش هيحصل له حاجه، والجار مش هيحصل له حاجه خالص. اللي انت شايفه قدامك دي عمره ما هيحصل له حاجه لو انت قلقان منه، يعني ما تخافش منه خالص. ابقى اتفرج عليها امتى؟ دي خد شوف. ابقى اتفرج عليها امتى يعني؟ اتفرج عليها امتى؟ صلوا على النبي يا سيد. استنى امتى؟ صلوا على النبي. كمان 4 ايام بالظبط، مش انت بتقول تجمع بعد 4 ايام؟ بعد 4 ايام بالظبط هتلاقيني جايه لك. ماشي؟ 4 ايام بالظبط هتلاقيني جايه لك، عشان لا اظلمك ولا اظلم نفسي. لان طبعا انا دلوقتي اصلا ما ينفعش ان انا احدد قرن في البسله، يعني ما اعرفش انتاجها ايه دلوقتي، لان البسله فيها فاضي. شايفين يا جماعه البسله اهي قدامكم اهي فيها فاضي اهي، لسه الحب ما ملاش كلته، كل القرون ما ملاتش. عشان انا اقدر الانتاج بتاعها هيطلع انتاجها قد ايه مش هعرف اقدره. لازم البسله تكون معبيه كلها، تكون كلها معبيه عشان اعرف اعمل ايه، اطلع الانتاج بتاعها واعرف الارض هتجيب كام طن بالظبط. دول 16 قيراط صح؟ عشان اعرف ال 16 قيراط دولت هيجيبوا كام طن. انما دلوقتي عشان اقدر من دلوقتي يبقى معنى كده ان انا هغش السيد وهغش نفسي. انما انا لازم تكون البسله مليانه، القرون بتاعتها مليانه زي دي كده من فوق لتحت، ويكون قبل ما اجمع بيومين 2 او ب3 ايام او ب4 ايام اكون انا شاريه البسله. لان طبعا احنا داخلين على الموسم البسله، والموسم ده بيكتر فيه بقى. دلوقتي البسله شويه، يوم عن يوم البسله بتكتر. طبعا المنصوره بتجمع وفيشه بتجمع وفي بلاد بتجمع، يوم عن يوم. واحنا عندنا هنا بنبشر يا دوبك بنبشر زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا جماعه هنا الفرده دي اللهم صل على النبي يعتبر مصفيه شويه عن اللي ورا لان البسله ما بتجمعش كلها مع بعضها. شايفين البسله الفرده ديت لما تعرفوا ان العرش نايم على الارض على ظهر المصطبه وخلاص رقت كده في قلب الخط اهو، تعرفوا ان ان هي الارض من هنا مليانه عن تحت البسله من هنا مليانه عن تحت. يعني الفردتين دمت اللهم صل على النبي مليانين عن تحت. في فرد بتبقى خلاص طالبه الجمع، وفي فرد بتبقى لسه قدامها شويه. يعني الارض ما بتتجمعش كلها مره واحده، قليل لما بتلاقي ارض تنجمع مره واحده. خلاص يا عم السيد؟ خلاص ولا ايه؟ ان شاء الله باذن الله 4 ايام وهتلاقيني برن على راضيه، يا اما جايه لك على طول على البيت في نفس الميعاد.
اللهم صل على النبي. الفردة دي بردك خالص يعني ايه، العرش بتاعها نام خالص على ظهر المصطبة وفي قلب الخط اهو. شايفين يا جماعه؟ اللهم صل على النبي. طبعا بيبقى احلى بسله هي البسله الشبح دي. اللهم صل على النبي. والاسعار السنه دي، الاسعار البسله السنه دي ان شاء الله تبقى حلوه، وجميع الفلاحين السنه دي اللي زارعين بسله هيتراضوا من الاسعار السنه دي ان شاء الله باذن الله. انما انا عشان اقدر البسله في الوقت الحالي ده مش هعرف اقدرها خالص. اي لازم العرشه والبسله كلها، الارض كلها تبقى مليانه عشان اعرف ان انا ايه اقدر واقول الفرده هتجيب كام شكاره والارض هتجيب كام طن. اللهم صل على النبي. بس شويه بسله بصراحه تسلم يا سيد. لا دايما زرعك حلو يعني. اللهم صل على النبي. انما انا عشان اجيب اللنفار واجي من دلوقتي عشان خاطر اجمع بعد 4 ايام، يبقى ان شاء الله باذن الله البسله كلها هتتلبس هتتبهدل في قلب الطين ومش هطلع انتاج. يبقى هظلمك وهظلم نفسي في نفس الوقت. صح ولا يا جماعه؟ ان شاء الله باذن الله 4 ايام ونيجي برضك ونبص عليها وان شاء الله تكون من نصيبنا. واللي انت عايزه يا سيد مش هنختلف فيه، احنا واحد يعني ان شاء الله. السيد ده يا جماعه مش فلاح بعيد عننا ولا حاجه، ده من الاهليه برضه. ما تعرفش تقولوا لنا السلام عليكم كل سنه وانتم طيبين. السيد مكسوف يقول لكم، السيد مكسوف يقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. انا بقول لكم بالنيابه عنا وكل سنه وانتم طيبين وبالصحه والسلامه. ايه كنت باسقي حاجه اقول لهم ازاي كده. الله، كنت بس محروق يعني منك كنت بتسقي. صلى على النبي يا سيد. انا ببقى في قلب الارض ومنعكه طين وبصور وبكلم الناس، الايد الشقيانه شبعانه. وبعدين كل الناس اللي معانا على القناه هنا بيحترموا الفلاح قوي قوي عشان تبقى عارف. يلا اقول لهم بقى كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. بس كده. كل سنه وانتم طيبين. ولو عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناه. قناه اسمها كل يوم جديد مع سلمى محمد. بحبكم في الله. طبعا دي اول بشايره عندنا يا دوبك بنبشر زي ما قلت لكم ان اللي بيجمع اليومين دولت هي ايه، فيشه والمنصوره والبلاد التانية. اما عندنا لسه ما بشرناش، يا دوبك لسه بنبشر يا دوبك يعني. قدامنا اسبوع ولا 10 ايام ولا 15 يوم ونبدا ان شاء الله ايه البشاير بتاع البسله تبان. سعر البسله يا جماعه في سوق العبور وفي جميع الاسواق اللي هي الجمله من اول 10 جنيه حسب القرن بقى. طبعا ده قرن زي العسل اهو، القرن البسله دي زي العسل. طبعا سعر البسله من اول 10 جنيه لغايه 15 جنيه، وفيه 12 وفيه 11 وفيه لحد 17 جنيه. اسعار البسله في العبور وفي كل مكان، مش في العبور بس، كل اسواق الجمله. كل سنه وانتم طيبين وادعوا لنا بالتسهيل كده، وربنا يرزقني برزق اولادي، وان شاء الله بفضل دعواتكم ان شاء الله ربنا هيكرمنا ويرزقنا ان شاء الله. حطوا لنا بقى لايك للفيديو ده عشان ايه تبقوا معايا يوم بيوم. مع السلامه.